قلت يا رب ارزقني لم ترزق، قلت يا رب اشفني لم تشفى، قلت يا رب أعطني لم تعطه. إذا سألت الله فلم يعطك فقف على بابه وابكي كما يبكي الصبي الصغير. الصبي الصغير أيها الكرام لو وقف عند والده وطلب من والده أن يشتري له حاجة أو أن يعطيه حاجة ورفض الوالد أن يعطيه، هل يسكت الطفل؟ لا، يمسك بثياب والده ويبكي ويصرخ بأعلى صوته ولا يسكت ولا يهدأ إلا إذا أعطاه والده حاجته. قال إذا سألت الله فلم يعطك لا تهرب من باب الله، لا تهرب. إذا سألت الله فلم يعطك فقف على بابه وابكي كما يبكي الصبي الصغير، ولا تغادر باب الله إلا وقد أعطاك الله حاجتك. اوعى تظلم حد، اوعى تتعدى على مال حد، اوعى تخوض في عرض حد، اوعى تأذي جار. امشي الدنيا دي هونا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هم دول مالهم؟ هم دول اللي ربنا حايل بينهم وبين قلوبهم. طب لو غيرنا، يرفع بس كفه ويلوح على بشريتك وصفك، الطين يبدأ يتكلم، الأصل بقى يبدأ يتكلم. وانت لابس عباءة ونفخت فيه من روحي، هنشيلها ونجردك من ثيابك. يلا بقى قابل الناس بيك انت مش بربك. ولذلك السالك المبتدئ يعبد الله بما منه لله، والسالك السائر يعبد الله بما من الله له، والعارف يعبد الله ايه؟ بما من الله لله. انا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه، احنا هنكذب؟ والله خلقكم وما تعملون. هو ربنا قال ولمن خاف عقوبة الله جنتان ولا مقام ربه؟ يبقى في فرق بين الخوف من العقوبة والخوف من المقام. في فرق بين الخوف من عقوبة ربه وبين الخوف من مقام ربه. قال ايه؟ يعني ايه الفرق بينهم؟ العوام يتقون الله خوفا من العقوبة، فده خايف من ايه؟ قال لأنه ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يبقى خايف من العقوبة، من أثامة دي. بيصلي ليه؟ قال لأن اللي مش هيصلي يروح النار. بيذكر ليه؟ قال عشان ما يحشرش يوم القيامة أعمى. كل ده حلو، ده مقام لطيف جميل، كويس إن أنت وصلت لحد هنا. وابدأ بقى من هنا، ما تقفش، ما تخليش حد يحجر أفكارك. طب والمقام الثاني؟ قال يخافون من مقام ربهم خوفا من فوات المثوبة. خايف ايه؟ خايف تفوت الأجرة، خايف تفوت العطية، وما بيعملش الغلط